السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي متابعين قناة بلاك وولف، أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم جبت لكم أحد القصص اللي كنت وعدتكم بها، والقصص اللي وقعوا لي أنا شخصيا. المهم ليتس جو. هذه قصة من القصص اللي وقعوا لي أنا في حياتي من نهار اللي بديت القصص ومن نهار اللي بديت كنصاد القصص. القصة كالتالي: واحد النهار درت مغامرة للمعمل مهجور، وكانوا معايا واحد جوج أصدقاء لا داعي لذكر الاسم ولا داعية لذكر مكان يعني هذا المعمل المهجور. كانوا عندي لي زامي بزاف، وكان بنادم كيقول لي في الكومونتيرات غامرنا غامرنا غامرنا، ويعني مشيت غامرت. مشيت انا وواحد جوج صحابي لواحد المنطقه اللي صعيبه بزاف، هي هذيك. وصلنا الطريق كامله وهما صحابي كيقولوا لي يعني ندخلوا معاك، كنبلبلوها بزاف د الحوايج نبلبلوها. غير وصلنا لشو سميتو الطريق ديال المعمل، بنادم بدا كياكل الخليع. يعني واحد فيهم سمع الكلب كينبح، سمع غير الكلب قال ليه هدا الكلاب هنايا. الاخر برد له الكتاف ديالو. انا هي كنختصر لكم اخوتي باش نمشيو يعني نوصل لكم اللقطه اللي وقعت لي، باللي كيقول لك الانسان انك كتكذب. المهم وصلنا للمعمل، بلا داعي ما نذكروا صحابي ودبر راسهم، كل واحد كيخاف على راسو. وصلنا للمعمل صافي، قلت لهم انا، قالوا لي زامي دخل، يعني قالوا لي المتابعين دخل باش انا غادي ندخل. صافي شعلت الكاميرا، دخلت بوحدي. هي الطريق ديال المعمل كنقول لك مرعبه مرعبه جدا. داك الشيء اللي خلاني انني نصور، وشكون اللي خلاني نصور؟ هو المتابعين اللي بقاو عليا بالكومنتات، وكانوا عندي المتابعين في بلاك وولف يعني بزاف. صافي شعلت الكاميرا وتميت غادي بالسيلفي. انا غادي وكنهضر. سمحوا لي اخوتي، راه وقفت لي شهاقه. المهم غادي وكنهضر حتى وصلت للمعمل. وي انا والله وديك الغابه، يعني دخلت للمعمل. جالس كنصور هكا، جالس كنصور خوتي وخواتاتي متابعين قناه بلاك وولف، اهلا وسهلا بكم من جديد. يعني وبقيت عليهم انا بوحدي في هذا المعمل، انا بوحدي في هذه المنطقه ارعب يعني معمل فاس. يلا جالس كنصوروا ملاهي مع المتابعين، وواحد اللحظه وبدون سابق انذار كنقول لكم اقسم لكم بالله، الا سمعت الصوت من احد صحابي اللي في وسط المعمل كيقول لي اسماعيل على ما حرم جهده في وسط المعمل، اللي جعلني انني نقفز وقلت مع راسي راه صاحبي يمكن تنادم معاه الحال وما خلانيش ندخل بوحدي، وانا قادر ندخل بوحدي الحمد لله، عمرني تاذيت. المهم خرجت للباب المعمل ما كنلقاش الصديق ديالي. قلت ويلي كيفاش هادشي هو في وسط المعمل، وخليته بمسافه من لهنا، مسافه كنقول لك مسافه طويله، ماشي زعما الصوت اللي يعيط لي به ما يتسمعش. داكشي مستحيل يوقع. وليت دخلت بقيت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد اللحظه دازت قسمين د المكانه، يعني ما تعداتش قسمين د المكانه حتى كيوقع حدث واحد اخر اللي كان اغرب من الخيال. شنو هو الحدث؟ هو طفله تكون في عمرها ديك 6 سنوات او 5 سنين ضربت غوته في وسط المعمل، اللي غوته خياليه اللي انا قفزتني من بلاصتي. وانا ما نقول لكمش ما كنتش خايف، لا بالعكس، اي واحد فينا عنده واحد النبره ديال الخوف. يعني انا كنت خايف، قلبي غادي يخرج، ولكن في نفس الوقت كانوا عندي متابعين، وكنت كنفكر انني لا خرجت انتبز حداهم، يعني من الاحسن نكمل. بركت على قلبي وكملت، بقيت هذا كذا هذا المكان واحد الساعة تما غادي نخرج وما نقدرش نكمل، اللي هي واحد الحمامة طرطقات ليها في وجهي، يعني في وجهي جات حتى لحد وجهي وطرطقات. تما قلبي كان يخرج بلاصتو، خرجت كنسبك وبقيت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خرج من خرج، يعني وصلت عند صحابي في مسافة، يعني انا ما عاودت لكم داكشي بالتفاصيل. خرجت عندهم، داروا لي هكا، عطاوني التحية. علاش؟ قالوا لي انت يا اخويا انت راك ماشي عادي، فهمتوني؟ باش تدخل لديك المنطقة هما راه شافوها، باش تدخل لديك المنطقة راه خص تكون يعني بارك على الخوف ديالك. المهم ما علينا. الفيديو صور انا وصحابي تفرجنا له. مشيت للدار، كان الليل ديك الساعه، ما بغيتش نمونطي الفيديو بالليل. قلت حتى لغد الليل نفيق على خاطري ونفطر كذا عاد نمونطيه ونحطو في الليل ديال لغد الليل. رنا سيدي، مشيت حطيت البورطابل عادي، كنقول لك الفيديو تفرجت له انا وصحابي. لغد ليه جيت نمونطي الفيديو وانا فرحان، وكان ديك الفيديو اللي غادي يضرب لي البوز في قناه بلاك وولف تمسح. ما لقيتش الفيديو 3 ايام وانا بالجوع و3 ايام وانا غضبان، يعني معصب على ديك الفيديو لانه كان البوز وقعوا فيه 3 د الحوايج. وشمتوني 3 د الحوايج وقعوا فيه. صافي قلت هادو اصلا راه شحال من مره قلتها لكم، قلت لكم ديك العالم يعني ما كيحملش انك تقول عليه شي معلومات او تهضر عليه او شيء من هذا القبيل. يعني الا كنتي عندك القابض راه كتهضر ما غاديش تتاذى، وشمتيني. ولا كنتي غير كتكذب، بعض الناس كنشوفهم كيخرجوا بقصص وما كيعرفوش، باينين غير كيخترعوها وكيكذبوا. المهم هذه قصه من الواقع اللي وقعوا لي. دابا 5 دقائق، ما بغيتش نطول الفيديو، مازال قصص داكشي اللي وقعوا لي شخصيا.
وانتوما قولوا لي واش بامكان يوقعوا لك هذا الشيء ولا هذا الشيء غريب بزاف ما يمكنلوش يوقع. وانا كنحلف لكم باش نختم الفيديو اقسم لكم بالله الا وقع هذا الشيء. ليتس جو.